السلام عليكم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تكونوا في حاله جيده. اليوم غنشارك معكم هاد البريوش كما كتشوفوا، خفاف مقتنين فنين والمقادير بسيطه وعلى بركه الله. غنعملوا كاس ونص د الحليب بحراره المطبخ. الحليب دافي كما كتعرف بحراره المطبخ عملته، ولا جبتوه من الثلاجه ما فيها بس انكم تدفيوه واحد دقائق معدوده. اصلا دابا تبارك الله الحراره بزاف. صافي غنضيف 3 المعالق د السكر، ما يعادل نصف كاس د العنبه السكر، والحلاوه كتبقى اختياريه ولكن 3 معالق كافيين. غنضيف الفانيليا سواء سائله او الحبيبات. من بعد ما ضفت الحليب والسكر وفانيليا غنضيف دابا معلقه د خميره الخبز. غنخلط باش تتفاعل الخميره مع الخليط ديالنا غير دقائق قليله. غنخلط مزيان، غنغطيها بابيل سلوفان وغنخليه ترتاح شويه تتفاعل الخليط. ومن بعد غنكمل المقادير كما قلت لكم، يعني المقادير ديالها جد سهله. وهاد بريوش راه كيجي فنين فنين فنين. كنتمنى بانكم تعملوهم. ضفت هنايا نصف كاس زيت المائده. غنخلط شويه، كنجمع غير بالفويت. من بعد عاد نعمل الماكينه العجينه تخلطهم شويه. صافي دابا من بعد ما خلطت الخليط كامله، عندي هنايا 2 بيضات. غنعمل 2 بيضات وغنقص واحد الصفر باش ندهن به البريوش ديالنا. صافي على هاد الطريقه هذه. من بعد ما ضفت الزيت وضفت البيضات، دابا غنضيف الطحين تدريجيا. الطحين حسب الخليط كيدي ما بين 400 غرام د الطحين حتى 500 غرام د الطحين اللي كيدخلنا في هاد البريوش هادو. صافي دابا غنخلط مزيان. من بعد غنضيف الطحين كما قلت لكم. الطحين راه ما بين 500 غرام الطحين، 450 حتى 500 غرام. هذا هو الجهد. انا ما عبرتش صراحه. صافي كنخال لهاد الطريقه هذه. غنحط الكميه الاولى ومن بعد غنضيف خميره بيكنج باودر من وزن 15 غرام. هاد البريوش راه كيجيو فنين. الا جربتوهم غيرجعوا عندكم معتمدين. تخرجوهم هيدا في العشيه، تعملوا مريندا لوليداتكم برا او في الدار. تحتفظوا بهم في الثلاجه كيبقاو كما عاد وجدتيهم. كيجيو رائعين. والمقادير كما كتشوفوا راه كيجيو ساهلين ومقادير قليله، يعني ما فيهمش كثره المقادير. صافي من بعد ما ضفت الطحين الاول يعني وخلطت مزيان ما عبرتش بشحال. دابا غنضيف المره الثانيه الطحين وغنضيف خميره بيكنج باودر من وزن 15 غرام. صافي وغنخلط مزيان وغنحطها في الماكينه تعجن، ومن بعد دقائق حتى تسلخ مزيان. بغيتو انكم تعجنوها غير بيدكم راه نتيجه وحده. راه كيجيو فنين هاد بريوش سواء عجنتيهم بيدك او عجنتيهم بالماكينه. عملته في الماكينه انهم يتجمعوا شويه. من بعد ما تخلط لنا مزيان عملت واحد معلقه صغيره د الزبده كتعطي واحد العجينه غزاله في الاخر. الا عملتوها راه كتعطي واحد هذا العجين كتخليه مطلوق مزيان وكتعطيه يعني واحد الرطوبه ما شاء الله. صافي على هذا الشكل هذا غنخليه يرتاح شويه. من بعد ما يرتاح لنا العجين ما نخليهش حتى يذوب لنا الحجم ديالو على حسب الحراره. صافي عملت كويرات، عملت فيهم الشوكولا الدهن عادي، خليتهم يرتاحوا ما كملتش نص ساعه على حسب الحراره بزاف هذا النهار. عملت هنايا ديك اصفار بيضاء. بعد الحبيبات نسكافيه قهوه سريعه الذوبان، وواحد قطيره د الحليب باش كتحيد لنا ديك الزفوره د البيضات. كما كتشوفوا البريوش ديالنا راه خامرين 30 دقيقه كانوا خامرين على حسب الحراره. اليوم وصلت 39 درجه. الحمد لله يا ربي، يعني ماشي
ان الانسان راه صافي، ولكن الحمد لله كاينه شويه الحراره. الله يرحمنا بالرحمه ديالو. من بعد ما وجدوا لنا البريوش، بغيتو كتعملوا لهم الزنجلان كتعملوهم، انا بغيت نعمل لوز ايفيلي على هذا الشكل، هذا التحمير ديالهم. دهنتهم بمرميلاده وعملت لهم اللوز ايفيلي. هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تجربوهم وما تندموشي، يعني كميه وافره، مقطنين، هشاش ورطبين كما كتشوفوا، يعني باينه بانهم ناجحين 100%. واي حاجه راه الا ما كانتش يعني ما صدقت ليش وما كانتش ناجحه ومقتنعه بها، سواء بالمذاق ديالها او بالنتيجه ديالها، ما نقدرش انني نقدمها لكم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انه يكون فيديو خفيف وظريف على قلوبكم. ما تنسوناش من لايكاتكم والتعاليق ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب لما والاستفاده والفائده تعم على الجميع. كما كتشوفوا كيفاش رطبين، والصوره راها هي تهدر على راسها وعلى النجاح هاد البريوش هادو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعطله سعيده، والسلام عليكم.